السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيتابعونا على قناتنا، وأهلا بحبايبي طلاب الصف الرابع. احنا النهاردة في الفيديو بتاعنا هنحل معاكم أسئلة سلاح التلميذ اللي هي خاصة بالدرس الأول. طبعا كل درس احنا بنشرحه على القناة هننزل لكم حل أسئلة سلاح التلميذ. طبعا دي بناء على طلب من أولياء الأمور، علشان طبعا لما يجوا يحلوا الأسئلة ديت مع أولادهم يبقوا عارفين الإجابات الصح ايه. يعني احنا بنحاول نوفر لكم كل حاجة علشان يعني نسهل عليكم المادة وما تحتاجوش معانا لأي درس خالص. تابعونا زي ما قلت لكم على قناتنا وتابعوا كل جديد. طب بالنسبة للدرس بتاعنا النهاردة اللي هو تدريبات على سلاح التلميذ، على الدرس الأول اللي هو أنماط سكان بلدنا. طبعا أنا موضحة لكم التدريبات بالصفحات بتاعتها. رقم الصفحة طبعا دي رقم الصفحة صفحة 20، عشان ايه اللي بيكون يعني بيحل التدريبات يكون عارف احنا في صفحة ايه. طب بالنسبة للتدريبات تعالوا نبدأ معانا كده. يلا الحل. أول سؤال بيقولك اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. طبعا لو الكلمة يعني أو العبارة دي صح بنكتب كلمة صواب، ولو العبارة خطأ بكتب كلمة خطأ. طب يقيم معظم السكان الذين يعملون بالزراعة في الريف. طبعا العبارة صواب. يعد الزواج المبكر سببا في زيادة عدد أفراد الأسرة في الريف عن الحضر. العبارة صواب. يمثل سكان الحضر أكثر من نصف سكان مصر. العبارة خطأ. يعمل معظم سكان الحضر بالتجارة والصناعة والخدمات. العبارة صواب. قام المصريون القدماء بعد السكان وتقدير متوسط عدد الأسر. العبارة صواب. يتوزع السكان في كل محافظات مصر بالتساوي. العبارة خطأ. دي السؤال الأول. السؤال الثاني بيقولك اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تجرى جمهورية مصر العربية تعدادها السكاني كل قد إيه؟ 5 سنوات ولا 10 سنوات ولا 20 سنة ولا 30 سنة؟ طبعا كل 10 سنوات. أكثر محافظات مصر من حيث السكان هي القاهرة ولا السويس ولا مطروح ولا بورسعيد؟ طبعا هنختار القاهرة. إذا أرادت الدولة جمع بيانات عن سكانها لتلبية احتياجاتهم في المستقبل فعليها إجراء إيه؟ حصر للمنازل ولا تعداد سكاني ولا حصر للوفيات ولا حصر للمتقدمين للخدمة العسكرية؟ طبعا هنختار إيه؟ تعداد سكاني. يتم إجراء حصر شامل للسكان في مصر عن طريق وزارة الصحة والسكان ولا الجهاز المركزي للتعبئة العامة ولا الإحصاء، والجهاز المركزي للرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات. طبعا هنختار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ترجع زيادة عدد أفراد الأسرة في الريف إلى تأخر سن الزواج ولا زواج الأقارب ولا الزواج المبكر ولا تنظيم الأسرة؟ طبعا هنختار الزواج المبكر. السؤال الثالث فسر العبارات الآتية. أهمية التعداد السكاني لمصر لتحديد الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل. انخفاض عدد السكان في محافظة جنوب سيناء بسبب ندرة المياه وصعوبة مظاهر سطحها. آخر سؤال بيقولك اكتب دليلا واحدا على أهمية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر. طبعا أهمية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دي مسؤول عن التعداد السكاني، أو مسؤول عن اللي هو عملية حصر شامل للسكان من حيث النوع والعمر ومحل الإقامة ومستوى التعليم والحالة الاقتصادية والاجتماعية. كل ده دور إيه؟ دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. دي بالنسبة لأول صفحة عندنا اللي هي صفحة إيه؟ صفحة 20. دي بعد كده تعالوا معايا في الصفحة اللي بعدها. جايب لك أول سؤال وبيقول لك لاحظ الخريطة ثم أجب. جايب لك خريطة وبنوضح عليها الأرقام اللي موجودة عليها. دي صفحة رقم 21. أول حاجة بيقول لك محافظة تعرف بارتفاع أعداد السكان. رقم 1 على الخريطة دي محافظة القاهرة. تاني حاجة محافظة تعرف بانخفاض أعداد السكان. رقم 2 دي محافظة جنوب سيناء. رقم 3 إحدى محافظات الحضر، دي محافظة الإسكندرية. 4 بيقولك صواب أم خطأ. يشير رقم 4 على الخريطة لإحدى محافظات الريف. طبعا العبارة صواب لأن دي محافظة قنا. 5 صوب
يشير رقم 5 لمحافظة يقل عدد سكانها عن 1,000,000 نسمة وهي بني سويف. طبعا رقم 5 على الخريطة دي مش بني سويف، دي محافظة الوادي الجديد، واحنا درسنا قبل كده المحافظات اللي هي في مصر، عندنا 27 محافظة وعرفنا أماكنهم على الخريطة. طب السؤال التاني بيقولك أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات. تظهر المناطق العشوائية في المحافظات الحضرية. تعد المنيا من المحافظات الريفية. تسببت هجرة سكان الريف إلى المدن في ظهور العشوائيات. كثرة الإنجاب والزواج المبكر من المشكلات التي يعاني منها سكان الريف. يعمل سكان الصحاري في حرفة الراعي. الذين يعيشون في القرى ويعملون بالزراعة هم سكان الريف. السؤال الثالث بيقول لك اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. تعد محافظة جنوب سيناء أقل محافظات مصر سكانا، العبارة صواب. يزيد عدد سكان مصر يوميا بسبب كثرة الوفيات، العبارة خطأ. يقوم جهاز حماية المستهلك بإجراء التعداد السكاني لمصر كل 10 سنوات، طبعا العبارة خطأ لأن ده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. مصر من أقدم الدول التي أجرت تعدادا للسكان، طبعا العبارة صواب. تعد محافظة السويس إحدى محافظات الحضر، طبعا العبارة صواب لأن احنا قلنا محافظات الحضر اللي هي السويس وبورسعيد والقاهرة والإسكندرية. تنخفض نسبة الأمية بين سكان الريف مقارنة بالحضر، طبعا العبارة خطأ. نسبة الأمية في سكان الريف طبعا نسبة بتكون مرتفعة جدا، أما في الحضر النسبة بتكون منخفضة. تعد القاهرة أعلى محافظات مصر سكانا لأنها العاصمة، طبعا العبارة صواب. أطلقت الدولة مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، طبعا العبارة صواب. يزيد عدد السكان في محافظتي عن 1,000,000 نسمة، طبعا هتختار على حسب المحافظة بتاعتك. لو بتعتبر من المحافظات الحضرية طبعا بتزيد عن 1,000,000، ولو هي أصلا من محافظات، خاصة كمان المحافظات الصحراوية بتقل عن 1,000,000، فأنت هتختار على حسب محافظتك. طب تعد محافظتي من محافظات الحضر، طبعا هنا برضو هتقول حسب محافظتك. لو انت من محافظات الحضر زي ما احنا قلنا عليها اللي هي بورسعيد والإسكندرية والسويس والقاهرة تعتبر من المحافظات الحضرية، وبعد كده تانية المحافظات الريفية اللي هي بتعمل بالزراعة، وخاصة كمان محافظات الوجه القبلي. تقوم الدولة بتطوير العشوائيات لحل مشكلات البدو، طبعا العبارة خطأ لأن الدولة بتقوم بتطوير العشوائيات لحل مشكلات الحضر وليست البدو. دي بالنسبة للتدريبات اللي هي في الصفحة دي. تعالوا معايا بعد كده الصفحة اللي بعدها صفحة 22 اللي هي السؤال الرابع. بيقولك اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. عندما تريد الإقامة في محافظة حضرية فإنك سوف تتجه إلى محافظة المنيا ولا الفيوم ولا المنوفية ولا الإسكندرية، طبعا هنختار الإسكندرية. إحدى مبادرات الدولة لحل مشكلات الريف هي حياة كريمة ولا تحضر للأخضر ولا مستقبلنا رقمي ولا عندك كمان قادرون باختلاف، طبعا هنختار اللي هي حياة كريمة. طب بعد كده إحدى المحافظات التي يقل سكانها عن 1,000,000 نسمة، طبعا اللي هي بيقل سكانها عن 1,000,000 نسمة الأقصر ولا جنوب سيناء ولا أسوان وبني سويف، طبعا هنختار جنوب سيناء. السؤال اللي بعده بيقولك محافظة يشتهر سكانها بالعمل في الزراعة وتربية الحيوانات، السويس ولا الفيوم ولا القاهرة ولا الإسكندرية، طبعا الفيوم. النشاط الاقتصادي الرئيسي لسكان الصحاري المصرية الزراعة ولا الصناعة ولا التجارة ولا الرعي، هنختار الرعي. محافظة يشتهر سكانها بحرفة راعي الأغنام، القاهرة ولا الجيزة ولا مطروح ولا الفيوم، طبعا هنختار مطروح. طب أي من المحافظات التالية تتميز بارتفاع مستوى المعيشة، بورسعيد ولا المنيا ولا الفيوم ولا أسوان، طبعا بورسعيد لأنها من المحافظات الحضرية والباقي كله محافظات ريفية. طب أي من المحافظات التالية
يتسم سكانها بارتفاع نسبة الأمية، القاهرة ولا الجيزة ولا الإسكندرية ولا المنيا؟ طبعا هنختار المنيا لأن المنيا من المحافظات الريفية. طب السؤال الخامس بيقولك صوب ما تحته خط فيما يلي. تعد محافظة سوهاج محافظة حضرية؟ طبعا محافظة ريفية. أعلى محافظات مصر سكانا هي الإسكندرية هي القاهرة. يعيش سكان الحضر في القرى؟ لا طبعا يعيش سكان الحضر في المدن. أقل محافظات الجمهورية سكانا هي محافظة البحر الأحمر؟ لا محافظة جنوب سيناء. تم تقدير عدد الأفراد المؤهلين للتجنيد لأول مرة في عهد الملك رمسيس الثاني؟ طبعا لا في عهد الملك ابنحتب الثالث. طب السؤال السادس اللي هو بما تفسر. أول سؤال بيقولك زيادة متوسط عدد أفراد الأسرة في الريف عن الحضر. ليه متوسط الأسرة في الريف عددها أكتر من الحضر؟ طبعا دي بسبب اللي هو كثرة الإنجاب والزواج المبكر. طب رقم 2، ايه أهمية الساعة السكانية؟ طبعا الساعة السكانية بتساعدنا أو تعتبر أو بتعرفنا تقديرات لعدد السكان في مصر. طب انخفاض نسبة الأمية بين سكان الحضر. ليه نسبة الأمية منخفضة في سكان الحضر؟ دي بسبب انتشار المؤسسات التعليمية وارتفاع مستوى المعيشة. 4، ظهور العشوائيات في المدن. طبعا ظهور العشوائيات في المدن دي بسبب هجرة سكان الريف إلى المدن. طب رقم 5 بيقولك زيادة عدد السكان على الساعة السكانية مع مرور الدقائق. طبعا زيادة عدد السكان دي بسبب زيادة المواليد، واحنا عرفنا الساعة السكانية اللي هي عندنا ساعة سكانية يعني معناها ان هو كل ما تمر دقيقة كل ما بيزيد عدد السكان. يبقى السكان بيزيدوا مع مرور الدقائق ده بسبب ايه؟ بسبب زيادة اعداد المواليد وليست الوفيات. طب دي بالنسبة للصفحة دي. بعد كده الصفحة اللي بعدها طبعا اللي هي صفحة 23 دي آخر صفحة في التدريبات عندنا. بيقولك السؤال هيظهر لكم دلوقتي. أول سؤال في الصفحة جايب لك زي ما انتوا شايفينه دلوقتي، ما النتائج المترتبة على السؤال السابع اللي هي دي صفحة 23. ما النتائج المترتبة على يعني ايه الحاجة اللي حصلت بعد كده. كلمة بما تفسر لازم تعرف الفرق ما بين بما تفسر وما النتائج. بما تفسر يعني عايز السبب، ما النتائج يعني عايز الحاجة اللي حصلت بعدها. ايه اللي ترتب على هجرة سكان الريف إلى المدن؟ لما هجر سكان الريف إلى المدن دي أدى إلى إيه؟ أدى إلى طبعا زيادة الضغط على الخدمات، وتاني حاجة ظهور العشوائيات. طب ما النتائج المترتبة على الزواج المبكر بين سكان الريف؟ دي يساعد على زيادة متوسط الأسرة في الريف. طب ما النتائج المترتبة على تنوع أنماط السكان داخل مصر؟ طبعا تنوع أنماط السكان دي ساعد على التكامل ما بينهم والتبادل المنتجات، وكمان ساعد على زيادة التنمية الاقتصادية. طب السؤال اللي بعده بيقول لك دلل على صحة العبارات الآتية. هات لي دليل إن العبارة دي صح. تسعى مصر لتحسين مستوى معيشة البدو. طبعا عن طريق ان هي بتوفر لهم المساكن، تاني حاجة بتوفر لهم فرص عمل في حرفة الزراعة والتعدين. تقوم مصر بجهد كبير لتطوير الريف المصري. طبعا طورت الريف المصري ان هي عملت لهم مبادرة اللي هي مبادرة حياة كريمة، واهتمت كمان بتنظيم الأسرة. طب اهتمام مصر بحل مشكلات سكان الحضر. طبعا حلت مشكلة عن طريق اللي هي حل مشكلة، عملت مشروع العشوائيات اللي هي دي بناء مساكن لهم زي عندنا حي السيدة زينب. السؤال التاسع ونركز على السؤال ده، ما العلاقة بين يعني ايه اللي بيربطهم ببعض، في بينهم حاجة مشتركة. سكان الريف والعشوائيات، هنقول ان هجرة سكان الريف الى الحضر دي يساعد على زيادة العشوائيات. طب ايه العلاقة ما بين التعداد السكاني والتخطيط للمستقبل؟ ان التعداد السكاني بيساعدنا على تحديد الخدمات اللي بيحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل. طب المصريين القدماء والتعداد السكاني. المصريين القدماء هم أول من قاموا بالتعداد السكاني، وذلك طبعا عن طريق اللي هو تقدير أو معرفة متوسط عدد الأسرة ومعرفة عدد الجنود المؤهلين كما حدث في عهد الملك ابن حتب الثالث.
طب السؤال اللي بعده بيقول لك قارن بين سكان الريف وسكان الحضر من حيث السكن والعمل. طبعا سكان الريف السكن هم بيسكنوا في القرى، وسكان الحضر في المدن. سكان الريف بيعملوا بالزراعة وتربية الحيوانات، أما سكان الحضر بيعملوا بالصناعة والتجارة والسياحة والخدمات الأخرى. آخر سؤال بيقول لك أمامك مجموعة لبعض المحافظات المصرية، حدد أسفل كل صورة نمط السكان السائد في المحافظة. طبعا أول صورة دي نمط اللي هم سكان الريف، تاني صورة دي اللي هم سكان الحضر، تالت صورة سكان البدو. بيقول لك أفضل العيش مع نمط السكان بالصورة، يعني أنت بتفضل إن أنت تختار أي نمط من أنماط السكان ولماذا؟ طبعا مثلا هنقول بنفضل رقم 2 اللي هم سكان الحضر، طبعا لأن عندهم في وفرة أو كثرة الخدمات، وفي كمان توفر فرص العمل دي موجودة في الحضر. دي بالنسبة للتدريبات بتاعتنا النهاردة على الدرس الأول اللي هو أنماط سكان بلدنا. يعني أتمنى إن انتوا تكونوا استفدتم من التدريبات دي. طبعا يعني اللي بيستخدم أي كتاب تاني مفيش فيه أي مشكلة خالص. زي ما قلت لكم، سواء انت بتستعمل أي كتاب غير سلاح التلميذ. بس زي ما احنا قلنا طبعا يعني احنا بنعرفكم حل الأسئلة في الكتاب، سواء هنا أو هنا هتلاقوا معظم التدريبات يعني متشابهة في الكتب كلها. فأتمنى النهاردة الفيديو يكون عجبكم، انتظروني إن شاء الله في التدريبات اللي هي الدرس الثاني اللي احنا نزلناه، اللي هو التراث الثقافي لسكان بلدنا. وبالتوفيق ليكم، ولو حد محتاج أي سؤال يكتبوا في التعليقات. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.